السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في القناة أطباق شهيوات بلادي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم، ويلقاكم في تمام الصحة والعافية، وتكونوا كدوزوا رمضان بخير وعلى خير، والله يبلغنا ويبلغكم ليلة القدر ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم هاد التحلية ديال الليمون اللي كتجي لذيذة. يلا نبداو على بركة الله. المكونات والطريقة. بالنسبه للمكونات كنحتاج كاس ديال عصير ديال البرتقال، قشور برتقاله، 3 المعالق ديال كريم باتيسير، 3 المعالق ديال السكر سنيده، نصف لتر ديال الحليب، والبسكوي اللي سبق لي طحنته. السكر سنيده دائما كيبقى حسب الذوق. هنا كناخذ كاسرونه كنضيف فيها قشور ديال البرتقاله مع نصف الكميه ديال الحليب، غادي نديرهم فوق النار حتى كيغلاو. وهنا في بول غادي نخلط النواشف، غادي نضيف السكر سنيده، وغادي نضيف 3 المعالق ديال الكريم باتيسير. غنخلط المكونات جيدا، من بعد غادي نزيد عليهم نصف الكميه ديال الحليب اللي بقات ليا. صافي غادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم حتى كتذوب ليا السنيده وكتنسجم ليا الكريم باتيسير عفوا. وهنا من بعد ما غلى ليا الخليط ديال الحليب مع القشور ديال البرتقال، غادي نصفيهم فوق الخليط الثاني بهذه الطريقه. صافي وغادي نحركهم مزيان. من بعد غادي نعاود نرجع الخليط ديالي كله للكاسرونه، وعلى نار اللي كتكون متوسطه غادي نبدا دائما كنحرك الخليط حتى كيعقد ليا بهذا الشكل هذا. كنبقى كنخلط كنحركو مزيان حتى كيبدا يعقد وكيدير هاد الفقاعات هادو اللي كتشوفوا. وفي هاد الاثناء هادي غادي نزيد عليه هذاك الكاس ديال البرتقال، وغادي نخلط مزيان بهاد الطريقه هادي حتى كتولي عندي كريمه اللي كتكون ليس. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالها. صافي كناخذ هنايا الكؤوس ديال التقديم. فاش غنقدم هاد التحليه كندير طبقه ديال البسكوي من التحت، وكنكب الخليط ديال التحليه فوق البسكوي بهاد الطريقه هادي. صافي كنستمر هكا حتى كنعمر الكؤوس ديالي كاملين. وهنا غادي نخلي الكؤوس ديالي على درجه حراره المطبخ حتى كيدفى، وعاد كندخلهم الثلاجه. وها هي التحليه ديالي ملي وجدات بردات زينتها بقطع ديال البرتقال مع شويه ديال الشوكولا الابيض. صراحه جات لذيذه بزاف وجات كريميه. كنتمناها تنال الاستحسان ديالكم وتجربوها، علاش لا. هكا كتنفعنا الفطور اولا السحور، نتبردوا بها في هذه الحراره. وهانتوما تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي، راه كيجي كريمي وكتجي منعشه الصراحه. كنتمنىكم تجربوها، واقتصاديه في نفس الوقت، ما فيهاش مكونات بزاف. وتلهنا اخواتي كنقول لكم بسلامه عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.